اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل صدى صوت في الادوبي اديشن. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. انا اسلام مندو هعلمك الادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. يلا بينا يا صديقي. بص يا صديقي، اول ما تفتح معاك انا مسجل كورس صوت الادوبي اهوت. اديشن. انا مسجل صوته دلوقتي هننفذ عليه. هنروح على قائمة افكت، من قائمة افكت هنختار لي اند ايكو وهنختار ايكو. تظهر معاك القائمة ديت من بريسيتس. عندك بريسيتس كتير جدا تقدر تنفذها على الصوت بتاعك، لكن احنا هنشوف دلوقتي كل حاجة من دولت بيعملوا ايه. اخليك تحترف. هو ظبط ايكو كده لوحده اوتوماتيك من غير مثلا ما العب في اي حاجة. هو ضاف ايكو كده من غير ما نلعب في اي حاجه. اسمعوا كده معايا. اهلا بيكو في كورس الادوبي. تمام. انا مثلا عايز ازود عدد المرات اللي بتتقال في الخلفيه. شفت الميكروفونات لما تقول لك بسم الله بسم الله بسم الله ديت بقى؟ المرات اللي مثلا اللي هيتقال فيها مثلا بسم الله، فانت تقللها او تكترها حسب ما انت عايز. تمام. ده بالنسبه لاول نقطه معانا. اما بقى الفيدباك ديت، ناس كتير يعني مش بتعرف تشرح بالتفصيل الحاجات ديت. عشان الحاجات ديت بتبقى حسب كل تسجيل صوت بيبقى مختلف عن غيره. فالفيدباك ديت حسب يعني عندك صدى صوت عايزه يبقى بعيد، تحس ان هو بعيد ولا قريب. لو انت ركزت كده وقعدت تزود وتقرب هتحس الموضوع اللي انا بقول لك عليه بالظبط. فانا مثلا بخليه مثلا ولا بعيد ولا قريب، بظبطه ايه في النص كده. هنا عندك بقى المستوى بتاع الايكو بتاعك بتظبطه. ناس كتير بتخليه 80، في الناس اللي بتخليه 90. فده مستوى الايكو تقدر تتحكم فيه برضه. عندك ليفت تشانل ورايت تشانل برضو تقدر تتحكم فيهم. عندك شوية بقى اعدادات جميلة قوي ولذيذة قوي. لو عرفت تظبطها تخلي الصوت زي ما انت عايز بالظبط. يعني مثلا لو جينا مثلا نشغل الصوت واسمع معايا كده، اعمل لايك سبسكرايب يلا بينا. اهلا بيكو في كورس الادوبي اديشن اللي هخليك تحترف فيه وتبقى ممتاز وفوق الممتاز كمان. كل حاجة من دولت بتعمل حاجة مختلفة. لو قعدنا نلعب فيهم هنظبط الصوت زي ما احنا عايزين بالظبط، ونضيف صدى الصوت حسب المكان اللي متسجل فيه وحسب مستوى الصوت بتاعي ونبرتي. الاعدادات دي يا جماعة مش ثابتة، لان كل مستوى صوت بيبقى محتاج اعدادات مختلفة. وانت كتر التمرين هيخليك محترف في ظبط الاعدادات ديت. وعندك البريسيتس برضو هتقدر تستخدمها لو الدنيا ازمت معاك. نيجي هنا بقى لنقطة تانية من موضوع الايكو برضو. لو رحنا على افكت وديلي اند ايكو هنختار ديلي. ديلي برضو عندنا شوية بريسيتس لو استخدمت منهم مثلا المونو ده اللي هو بيخلي كأن في ايكو بس من سماعة واحدة. في شوية بريسيتس يعني لو قعدت تجرب فيهم. بص، اعمل لايك سبسكرايب هتعرف كل مثلا بريسيتس بيعمل ايه. وهتقدر برضو لو عايز تعدل على البريسيتس ديت او تخليه ديفولت وتعدل عليه، هتقدر تعدل عليه برضو في ليفت ورايت، وهتقدر تظبط كل الكلام ده. هي بس شوية تمارين وشوية اجتهاد منك هتعرف الصوت بتاعك محتاج انه اعدادات بالظبط. وبعد ما تظبط الاعدادات اللي الصوت بتاعك عايزه يبقى الايكو ده على طول موجود فيه، هتتك على save settings as presets وتسمي البريسيتس بتاعك حسب ما انت عايز وتتك اوكي. ده بالنسبة لصدى الصوت. اتمنى انك تكون استفدت. اعمل لايك سبسكرايب. وانا اسلام مندو بعلمك ادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.